أسعد الله أوقاتكم أصدقائي. قبل الدخول في تفاصيل الفيديو، أتمنى منكم دعمنا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. ضمن بطولة كأس العالم للأندية وبنظامها الجديد، والتي تستضيف البطولة الولايات المتحدة الأمريكية، والتي يشارك فيها 32 فريق. لكن هذه البطولة كانت غير سابقها من البطولات، حيث يحصل كل فريق على جوائز نقدية خيالية، وتتوزع هذه الجوائز من جائزة المشاركة وجوائز المباريات، وكذا جوائز تسجيل الأهداف والتأهل إلى الأدوار القادمة. وتستمر الجوائز في كل مباراة وفي كل دور وحتى النهائي. وسنتحدث هنا عن جوائز نادي الهلال السعودي حتى الآن، والجوائز التي تنتظره في الأيام القادمة، حيث إن الهلال السعودي قد حصل على 7,500,000 دولار مقابل المشاركة في البطولة، وكذا حصل على 2 مليون دولار من التعادل مع ريال مدريد الأسباني والتعادل مع سالزبورغ النمساوي، حيث إنه يحصل كل فريق على 2 مليون دولار في حال الفوز ومليون دولار في حال التعادل، حيث أن الهلال السعودي حصل حتى الآن مبلغ 11,500,000 دولار. والجوائز القادمة تتوزع على الشكل التالي، حيث أن الهلال السعودي تنتظره مباراة قادمة وحاسمة أمام باتشوكا، وذلك الساعة 4 فجرا بتوقيت مكة المكرمة. في حال فوز الهلال السعودي في الجولة الثالثة على باتشوكا، حيث يحصل على 2 مليون دولار مقابل الفوز على باتشوكا، و7,500,000 دولار مقابل التأهل إلى دور 16. وفي حال فوز الهلال والتأهل إلى دور 8، يحصل الهلال على 13,500,000 دولار. وفي حال التأهل إلى نصف النهائي، يحصل الهلال على 21 مليون دولار. وفي حال فوز الهلال والتأهل إلى النهائي، يحصل الهلال على 30 مليون دولار. وفي حال الفوز في النهائي، يحصل الهلال على 40 مليون دولار. إجمالي الجوائز مبلغ 125 مليون دولار. إلى هنا وصلنا إلى نهاية الفيديو. بالتوفيق للهلال السعودي.